الله عز وجل يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لما تعمقت في الآية هذه اكتشفت أن لنا غير علينا. كتب عليكم الصيام، إذن فرض، صوم لا تسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بس كتب لنا. تعمقت فيه فاكتشفت أن الله كتب لنا ما نريده نحن، لأن يصيبنا يعني فعل مضارع. احنا بعد ما نطيح ونقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لا، ما كتبه الله لك أنت من تسعى إليه. ففرضا أنت سعيت للرزق، ربك عادل ولا ظالم؟ ربك عادل سبحانه. إذا شنو يعطيك بالمقابل؟ الرزق. أنت سعيت في أذى الناس، ماذا سيكتب الله لك؟ الأذى. أنت سعيت في ظلم الناس، ماذا سيكتب الله لك؟ الظلم. أنت سعيت في حب الناس، قدمت السلام، إذن سيكتب الله لك الحب والسلام. فلذلك أنا مطمئن قلبي لأني ما قاعد أسعى في شر.